يا من ترفع صوتك على أبيك، ويا من تعق أباك، ويا من تضجر من طلبات أبيك. فكر، هل سهرت يوما لينام أبوك؟ وهل تعبت يوما ليرتاح؟ إن فعلت ذلك فلا تحسب نفسك متفضلا عليه، فقد أديت له جزءا صغيرا من الدين. أبوك قضى حياته تعبا حتى أنهكه التعب وهد قواه المرض، ولا يرتاح إلا حينما رآك أنت وإخوانك سعداء بالطعام أو اللباس الذي يحمله. ضحكاتنا كانت عنده تعدل الدنيا. ضحكاتنا كانت عنده تعدل الدنيا وما فيها والله. التجاعيد وانحناء الظهر وضعف البصر لم تثنه شبرا واحدا عن السعي لرفعة أبنائه. أصلا هو ما أحنى ظهره إلا لتعتدل ظهورنا، وما أضعف بصره إلا ليجعلنا نبصر طريقنا في الدنيا. هو الذي عرق جبينه جهدا لكي لا